قذارتك للناس هلا يا يلا قذر. مستمعين، تفضل. ايه قذارتك للناس تفضل كيف، يلا. وتدعي انك والله على الاسلام لك وانت تفضل، طلع تفرح الفيديو، بقتل طلع الاطفال. الفيديو، طلع المقطع. ليش تفرح بقتل الاطفال يا طلع قذر؟ المقطع، طلع المقطع عندي. بدك ليش سمعك تفرح المقطع؟ خلينا نسمعك ليش المقطع. تفرح بقتل الاطفال لسمعك يا المقطع قذر؟ فرجي كذبك للناس. تفضل، هذا يا المقطع قذر، عندي. لك المقطع عندي، انا انت منزله. اقذر، انت اقذر انسان انت في هذا جبان، البرنامج. انت جبان. انا الحمد ايه لله اثبت لاني جبنك. كشفتك، لاني لك في كشفتك التعليقات كتبوا، في التعليقات لاني بس مش كشفتك سياسي، حوار سني شيء. لاني كشفتك ليش خفت الان؟ حتى يعرف الناس انك خبيث انت مخبث. تكذب، انت تكذب. انت خبيث مخبث، انت تحب قتل اتحداك تكذب، الاطفال، وانت تريد ان تتهجم على المسلمين، حتى يعرف الناس حقيقتك وحقيقة امرك. اثبت انت كلامك. خبيث اصلا، انت في حوار، ولا انت في علم، اثبت كلامك، ولا انت تفضل. شيء اصلا. انت رجل مخزي، واخلاقك اثبت كلها كلامك، خزي تفضل. في خزي. ويكفينا بذلك انك تعرضت لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان يبليك بعرضك يا تبوله، واسال الله سبحانه اثبت وتعالى ان كلامك يا يحمي جبان. بصرك وان يشل اركانك. واضح؟ فانت يا رافضي ما انت ليش اصلا تخاف؟ طب الان تحاور في ليش تخاف؟ الدين، انت ما تحاور. أنا أبو علي من لبنان مقيم في ألمانيا، فخور بأنه الحزب اغتصب نسوان وأطفال سوريا، فخور. يعيب الشوم يعيب. خبيث مخبث، انت تحب قتل اتحداك تكذب، الاطفال، وانت تريد ان تتهجم على المسلمين، حتى يعرف الناس حقيقتك وحقيقة امرك. اثبت انت كلامك. خبيث اصلا، انت في حوار، ولا انت في علم، اثبت كلامك، ولا انت تفضل. شيء اصلا. انت رجل مخزي، واخلاقك اثبت كلها كلامك، خزي تفضل. في خزي. ويكفينا بذلك انك تعرضت لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان يبليك بعرضك يا تبوله، واسال الله سبحانه اثبت وتعالى ان كلامك يا يحمي جبان. بصرك وان يشل اركانك. واضح؟ فانت يا رافضي ما انت ليش تخاف؟ طب الان ليش تخاف؟ انت ما تحاور اصلا في الدين، انت ما انت كفو ان لك ترتقي ضحك. انك تحاور في الدين. انت المفروض تصعد حتى تهان، ليش؟ انت تصعد حتى تهان، حتى تضرب بالنعال. انت تصعد حتى تضرب بالنعال، حتى تهان. لا تحاور في الدين. المحاورة في الدين تكون للرجال، لأصحاب الدين، لأصحاب الأخلاق. أنت رجل لا أخلاق لا دين، تقول أفرح بقتل الأطفال. أخزاك الله إذا كنت تنتسب إلى بشرط لبنان. إذا نلت أخزاك الله إذا كنت تنتسب إلى لبنان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بعرضك. وأنت يعني المفروض أن اللبنانيين يتبرؤون الحوار. ويتبرؤون من عقيدتك، بل المفروض أن اللبنانيين عقيدتك يضربونك بالنعال. المفروض أن اللبنانيين يضربونك بالنعال، والفلسطينيين المفروض يضربونك بالنعال، وكل من دخل عندك المفروض يضربك بالنعال، يضربك بالنعال. كل من دخل عندك المفروض يضربك بالنعال لما تقول أنا أفرح بقتل هؤلاء يا قذر يا وصف. والعنى، تعرف العنى؟ اسمع. أنا أبو علي من لبنان مقيم في ألمانيا، فخور بأنه الحزب اغتصب نسوان وأطفال سوريا، فخور. كل سوري يا عيب الشوم. شوف حتى اللي معاه قالت له يا عيب الشوم، حتى اللي معاه قالت له يا عيب الشوم. انت لو ان فيك خير يا نجس، انت لو فيك خير ما انحشت قعدت بألمانيا، مدري وين قعدت يا قذر يا وسخ. انت اصلا لو فيك خير ما هربت هناك، جلست هناك يا قذر. انت لو فيك خير كان قعدت في بلادك، اصلا كان دافعت عن بلادك يا قذر يا نجس. مو تقول انا فخور بقتل سوريا. والله كل سوري في ألمانيا، هو وين قال في ألمانيا؟ لا تعال فخور. ايه لا أنا أبو علي من لبنان والطقعة بألمانيا، فخور. كل سوري في ألمانيا، كل سوري في ألمانيا، كل سوري في ألمانيا إذا ما يضربك بالنعال على حلقك ما هو شريف. والله كل سوري في ألمانيا، وكل فلسطيني في ألمانيا إذا ما يضربك بالنعال على حلقك أقسم بالله أنه مو شريف. على هذه الكلمة، على هذه الكلمة اللي نطقت بها يا قذر يا قذر، على هذه الكلمة اللي نطقت بها. كل سوري، كل فلسطيني، والله العظيم كل من كان في أهل الشام، أنا ما أبي أقول كل عربي كل مش عارف إيش، لا ما أبي أقول الكلام هذا، واضح؟ كل سوري
اذا ما يشوفك في المانيا ويضربك بنعال على حلقك، وانا جايك ان شاء الله، جايك وراح اضربك بنعال على حلقك باذن الله جل وعلا، ان شفتك الا اضربك بنعال على حلقك. اذا ما يضربك بنعال على حلقك، هذا اللي كلمه اللي نطقت فيها، تقول انا فخور. انت ليش تفتخر؟ تدري ليش؟ انا اقول لك ليش. لان اصلا انت مثل ما فضحك سميره، انت مثل ما فضحك سميره وفضحوك من شنو؟ زوجتك هربانه، تركتك وهربت. انا ما احب اتكلم بالمخازي، ولكن هذا دينكم، هذه عقيدتك. انت شو اسوي لك؟ زوجتك شفتها عند واحد، نايمه عند واحد، تركتك. اختك ما ادري وين، امك نصرانيه، خالتك يهوديه، شلون ما تفخر؟ فاي اسلام جاي انت تحاور فيه يا رافض يا خبيث؟ اي اسلام جاي تحاور عن اسم اهل البيت يا خبيث؟ انت اصلا طعان باهل البيت يا خبيث يا علي تبوله. كل تاريخك معي مخازي، كل تاريخك معي فضايح. انت صاعد على بالك تمرق؟ ها نمرقها لك؟ ما نمرقها لك، والله لا اعيدها حتى اجعل قلوب يعني السوريين والفلسطينيين يعرفون شلون يدعسون على حلقك. اسمع 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 اسمع. انا ابو علي من لبنان مقيم والعنى في المانيا. والعنى. انا ابو علي من لبنان مقيم في المانيا، فخور بانه الحزب اغتصب نسوان واطفال سوريا، فخور. نعيب الشوم يعني. شوف 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 شوف، حتى المرأة اللي معك ها أرجل منك يا رجل. المرأة اللي معك يعني أرجل منك. شوف، لحظة، أنت الآن بهذه الكلمة، خلينا نقول، خلينا نمشي على عقيدتك، على عقيدة النجاسة عندك. هل أنت الآن فرقت بين الرافضة وبين السنة؟ مثال يعني، هل أنت فرقت؟ أنت ما فرقت أصلا. يعني أنت فخور حتى باغتصاب نساء الروافض، أنت فخور. وين الرافضة؟ ليش ما دعسوا على حلقك بهذا الكلام هذا؟ ها؟ الروافض ليش ما دعسوا على حلقك بهذا الكلام هذا؟ ليش؟ لما تقول أنا فخور، ها؟ يا خبيث يا مخبث هارب إلى ألمانيا. أنت أصلا لو رجل كان رجعت إلى بلادك، لو أنك رجل، ولكن أنت يعني من يعني يناصر هؤلاء الخبثة على أهل الإسلام. قبحك الله وقبح الله وجهك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يشل لسانك، آمين. ادعوا عليه يا أخوان، ادعوا عليه. هذا القدر سباب طعان بعرض النبي عليه الصلاة والسلام، يفتح بث فقط للطعن بعرض النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل، يفتح بث فقط للطعن، طعن صريح، مو أي كلام، طعن صريح بعرض النبي عليه الصلاة والسلام. ادعوا عليه يا أخوان، لا تدعوا عليه، لا والله لا تتركون مثل هؤلاء الخبثة. ادعوا عليه. وأنا أدعو كل سوري، كل فلسطيني، كل أردني في ألمانيا، إذا شفتوا هذا خلنا أحط لكم صورته، إذا شفتوه بالله أقدم نعال عندك، اضربه بأقدم نعال عندك. شوف. أنا أبو علي من لبنان مقيم في ألمانيا، فخور بأنه الحزب اغتصب نسوان وأطفال سوريا، فخور. نساء، شوف، نساء، اغتصب نساء وأطفال، يعني هو يقر أن حزبه أصلا حزب إرهابي، هو يقر الآن أن حزبه أصلا حزب إرهابي يغتصب النساء والأطفال. يعني ما هو حزب من أجل قتال عقيدة، لا، حزب إرهابي، قتل نساء وقتل أطفال وقتل. مو هذا كلامك يا تبولة يا قدر؟ والله يا أخوان، أي واحد من أهل السنة يحاور هذا القدر يحاور في باب الاعتقاد، فإن هذا السني من أجهل، يعني يكون أضل من حمار أهله. هذا ما يحاور في الاعتقاد ولا يحاور في الدين، لأن هذا مو مال دين، هذا مال مخازي، هذا مو مال دين أصلا. هذا ما يحاور في الدين ولا يحاور في العقائد أصلا.
تاريخه كله مخازي اصلا. هذا اول ما يصعد عند بث اهل السنه نبهوه على طول، اي بث قولوا له هذا القذر يفرح بقتل وكذا، خله يدعس على حلقه على طول، خله يسوي فيه مثل ما سويت فيه، يكتمه ويسمعه خوش كلام. ما يحاور. شلون تحاور لك واحد في الدين، تحاور لك واحد في العقيده، هو اصلا دين